البطلة التونسية أنس جابر تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس سيدات بعد الفوز على اللاعبة ليليا فرنانديز بمجموعتين لمجموعة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله. مليون مبروك لبنتنا لبطلتنا أنس جابر فوزها وتأهلها إلى ثمن النهائي من بطولة مدريد للسيدات. ولكن عندي عتاب لأنس جابر، يعني ما ينفعش كده كل مباراة نعيشها على الأعصاب حتى آخر الثواني. المباريات بتكون سهلة وفي المتناول في بدايتها، ولكن بصراحة أنس جابر بتصعبها على نفسها. أنس جابر بتودي المباراة لمجموعة فاصلة للمرة الثانية على التوالي في بطولة مدريد للتنس للسيدات. المباراة اللي فاتت او المباراة السابقة أنس جابر ايضا كانت متقدمة بمجموعة مقابل لا شيء ضد اللاعبة السلوفاكية كارولينا، ولكن في المجموعة الثانية أنس جابر بتفقد التركيز وتتعادل أن كارولينا 1-1. بعدين أنس جابر تحسم المباراة بمجموعة فاصلة وإثارة غير منتهية، إثارة مستمرة، إثارة متعودين عليها، ونعيش المباراة على الأعصاب ودراما الأعصاب، والفوز بالمجموعة الفاصلة النهاردة أيضا بعد ما تقدمت أنس جابر في المجموعة الأولى ضد اللاعبة ليليا فرنانديز، يعني 7-5. ولكن في المجموعة الثانية بتخسرها أنس جابر 6-2. وفي المجموعة الفاصلة وصلت المجموعة لنتيجة 4-4 وترجع تحسمها أنس جابر 6-4 لتفوز بالمباراة في الدور الثالث من بطولة مدريد وتتأهل إلى ثمن النهائي لتواجه وتضرب موعدا مثيرا مع البطلة والمصنفة 10 عالميا اللاتفية يلينا استوبينكو. مباراة مكررة شفناها قبل كده. اللاعبة استوبينكو لاعبة خبرة، لاعبة مخضرمة، لاعبة اللاتفية لاعبة شفناها اكتر من مرة بتقدم مستويات عالية جدا، وبالتالي المباراة اللي جاية أنس جابر تحتاج الى تركيز كبير في ثمن النهائي، ولما لا نتأهل الى ربع النهائي بإذن الله. البطولة اللي انت كعبك عالي فيها، اللي انت حظك حلو فيها، اللي انت بتتألقي فيها، اللي انت طبعا اخدت البطولة دي قبل كده. وبالتالي التونسية أنس جابر تعمل رقم قياسي النهاردة تاريخي، تصبح أعلى لاعبة فاعلية في بطولة مدريد للسيدات منذ نشأتها 2009 بفاعلية تقدر ب 90.9%. وأعتقد أن الرقم القياسي ده هيدي ويرفع من معنويات أنس جابر في مباراة ثمن النهائي ضد اللاعبة أستوبينكو. أنس جابر دلوقتي بعد المباراتين دول لازم تتعلم من بعض الأخطاء اللي بتخلي المجموعة التانية تهرب منها، اللي بتخلي المجموعة التانية تفوز بيها اللاعبة المنافسة. لازم أنس جابر طالما بدأت المباراة بشكل كويس وبشكل فعال وبتحسم الجولة الأولى أو المجموعة الأولى، لازم تكمل وتخلص المجموعة التانية وتفوز بالمباراة 2-0 عشان تريح نفسها من تعب الوصول إلى المجموعة الفاصلة. المتابعين كانوا قاعدين على أعصابهم للمباراة التانية على التوالي يا أنس في هذه البطولة، وقلنا يعني هنفضل كده لحد إمتى؟ أنس جابر تخلينا قاعدين متوترين، قاعدين مركزين، قاعدين خايفين إن المباراة تروح منها، ولكن الحمد لله حسمتها وزيرة السعادة، حسمتها سفيرة السعادة، حسمتها البطلة التونسية أنس جابر في الأخير، وده أهم حاجة. والعبرة بالخواتيم، أنس جابر في الثمن النهائي ونتمنى لها بإذن الله التوفيق في ثمن النهائي. صحيح هتلاعب لاعبة قوية استوبينكو، ولكن الدفعة المعنوية اللي خدتها أنس جابر انها تفوز بمباراتين على التوالي، وده ما حصلش بقاله فترة بعد الإصابات اللي لحقت بها هذا الموسم وبعد الإخفاقات اللي حصلت لها هذا الموسم. أعتقد بعد فوزها بمباراتين على التوالي هيعطيها دافع وحافز كبير جدا 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 في ثمن النهائي، ويخليها بإذن الله تصل إلى ربع النهائي، وده اللي بنتمناه. ودايما بندعم بنتنا أنس جابر في وقت الهزيمة قبل وقت الفوز، وبالتالي الحمد لله إن شاء الله تكمل وتروح بعيد في هذه البطولة ويرتفع تصنيفها ويرتفع مركزها في التصنيف العالمي. هي الآن التاسعة عالميا وهتلاعب اللاعبة 10 عالميا أستوبينكو. اكتبوا رأيكم في التعليقات على مستوى أنس جابر النهاردة ورأيكم وتوقعاتكم للمباراة القادمة. مليون مبروك من قناتنا قناة كريم الهنداوي. أتمنى
واللي عجبه الفيديو واللي مبسوط بفرحة أنس جابر وفوز أنس جابر النهاردة يعمل لنا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.